سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك من هو كان لتحمله. الذنب يثقله. بسم الله. صباح الخير عليكم خياتي ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده يا رب. قبل ما نبداو هذا الفيديو نصلوا ونسلموا على نبينا محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. وليت لكم خياتي وجبت لكم معايا في هذا الفيديو وصفه تاع كروكي غولي غوفاني شوكولا، وصفه بزاف بنينه، وصفه خفيفه. نبداو على بركه الله نقدموا الوصفه تاعنا. هنا عندنا ربع حبه بيض، عندنا كاس سكر، كاس زيت، قرصه تاع الملح، ومغرفه تاع الماكله لافاني، وزوج مغارف كبار تاع الماكله كاكاو، زوج ساشيه تاع خميره تاع الحلوى والفرينه. هنا في الريسيبيون تاعي نبدا نحط البيض تاعي اللي يكون بحراره المطبخ. نحط 4 حبات تاع البيض، وزيد نحط معاهم بيض حبه تاع بيض باش نقرديو الصفار نديرو به الديكور ولا نطليو به الكروكي تاعنا من الفوق. حطيت معاهم قرصه تاع الملح وحطيت لافاني، نحط كاس تاع السكر كريستاليزي، ونزيد نحط معاهم كاس تاع الزيت. هنا تحبي تستعملي الفوي ولا الباتور باش تخلطي الوسمو تاعك الخليط تاعك. كيما انا استعملت الفوي نورمال، وخلط حتى يذوب كامل السكر ويتمزجوا هاد المكونات باش نروح ونزيدو نحطو الفرينه ونحطو الخميره تاع الحلوى. هذه وصفه تجي بزاف خفيفه وبنينه وهايله. في الاول نحط الكاس الاولاني والثاني والثالث تاع الفرينه، والكاس الرابع نحط النص منه ونحط زوج ساشيات تاع خميره. نبدا نخلط ونجمع الفرينه تاعي ولا العجينه تاعي ونشوفوا القوام تاع العجينه تاعنا. هي باينه بلي ما راح تاخذنا 3 كيسان ونص تاع الفرينه. برك انا دائما نبقى ندير الفرينه تاعي تدريجيا باش نتحصل على القوام اللي نحبوه في العجينه تاعنا، باش تجينا لاباط تاعنا طريه ولا الكروكي تاعنا يجينا طري وخفيف. هنا درت 3 كيسان ونص، كملت الكاس الرابع حتى كملته كامل، ومن بعد ذيك الكاس الخامس تاني زدت بقيت نديرو تدريجيا. خدات لي هاد الوصفه ولا هادو 4 حبات تاع البيض والكاس تاع الزيت خداو لي 5 كيسان تاع الفرينه. هنا ضروري العجينه تاعنا القوام تاعها تكون طريه وتلصق في اليد. تقدري تسلكيها غير بالزيت يعني باش تجينا بزاف خفيفه هاد الكروكي تاعنا وطري. العجينه لازم تكون تتلاصق في اليد. وتخدمي تعاوني روحك بالزيت باش تسلكي الفرينه من يدك. هنا العجينه تاعي نقسمها على زوج، نص نخليه بيض يعني فاني، والنص تاني ندير له زوج مغارف كبار تاع الكاكاو، ونجمع ونزيد نخلط حتى يدخل هذاك الكاكاو كامل في العجينه تاعنا ونتحصلوا على عجينه غوشوكو. هذا الكروكي راح يكون كروكي غولي. نحكم لاباط تاعنا اللي كانت يعني بيضه ولا قوت تاعها فاني، نفتحها في البابي كويسون، ولازم لاباط اللي تكون بيضه نخلو كونتيتي اكثر من شوكو. زدت فتحت شويه تاع لاباط تاعنا شوكو ونحطها فوق لاباط البيضه. راكو ترماركيو باللي الشوكو راهي صغيره بارابور البيضه. هنايا يعني نضغط عليها بيدي باش يخرج منها الهواء وتلصق العجينه شيكولا فوق البيضه. نزيد نعاون بالحلال باش العجينه شوكو تمشينا كامل فوق البيضه وتتكسل مليح. نكمل نرولي العجينه تاعي وهكذايا نخدموا بالبابي كويسون باش تجينا سهله مليح. واشاك فوا نرولي ونسيو نضغطوا مليح على العجينه تاعنا. كي نكملوا نرولي العجينه كامل نسيو نغطوا بلا لاباط البيضه علاش لاباط شيكولا، وهكذا نسقموا البودان تاعنا ولا نسقموا هذا الغولي تاعنا تاع الكروكي. كيما راكم تشوفوا رفدته مباشره، حطيته فوق السنيوه اللي كنت حطيت فيها بابي كويسون. هنايا صفر حتى حبه تاع البيض تاعي، حطيت ناقص نص مغرفه تاع القهوه تاع المقهوه كبودره الكاكاو باش يعطينا قو بزاف شباب الكروكي تاعنا بعد ما يطيب ويحمر. هنا بالنسبه للناس اللي ما تحبش الكروكي مشقق دو بريفيرونس ما تسخنيش الكوشه على البكري. كي تعرفي روحك قريبه حتدخليها شعلي الكوشه تاعك يا ربي 1 2 مينوت ورمي السنيوه تاعك في الفوغ
باش يطيب لكم. واللي تحبوا مشقق كيما انايا كنت سخنت الفوق تاعي من قبل على 180 درجه، دخلت وراني نوري لكم وندور في السنيوه باش تشوفوا الشكل تاعو بعد ما طاب، بعد ما حمرنا مليح. شوفوا كيفاش تنفخ هنايا وهي سخونه. الكروكي تاعي رحت حطيت لها معجون، طليت لها مليح، درت لها ينكوش مليحه تاع المعجون باش الكروكي تاعنا يشرب كامل هذاك المعجون. الحلاوه راح يجيكم معدول، يعني ما الكاس تاع السكر في 4 حبات تاع البيض مع كاس تاع الزيت راح يجي لكم معدول. حاب يقول كي راح ديري هذا المعجون ماشي راح ياثر ولا يزيد يعطي له حلاوه اكثر من هكذا. هنا بعد ما نيطاليه مليح بالمعجون نحط كاوكاو الا كان عندك، ولا لي زامونديفيلي، ولا هذا شيء اختياري. التزيين دائما نقول لكم حاجه اختياريه وتولي لكم على حسب واش عندكم في دياركم. وهو سخون قبل ما يبرد كامل تبداو تقطعوه باش ياخذ شكل الشباب تاع الكروكي، ما يتشققش ما يتكسرش ما يتفتش كما راكم تشوفوا. باسكو لو كان تخلوه يبرد ما تقطعوش هو سخون راح يتكسر الكامل وانتم ما تقطعوه فيه. وبالصحة والهنا عليكم. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا تاع نهار اليوم. كروكي وصفة محبوبة الجزائريين في قهوة تاع الصباح ولا تاع العشية. مليح تضيفي بها ضيافك وتحطيها لوليداتك مع قهوة حليب. شوفوا الغولي تاعنا تاع الشوكولا كيفاش جا داخل مع العجينه البيضاء. وصفه بزاف بنينه، وصفه سهله اقتصاديه وما تشدناش الوقت، توجد في وقفه. حاجه اللي تحمري بها ضيافك، تحمري بها وجهك عفوا قدام ضيافك. خياتي هذا هو الكروكي تاعنا في شكله النهائي بعد ما وجد وفي صحن التقديم. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا تاع نهار اليوم، جربوها وتنجحوا فيها. ما بقى لي غير نقول لكم ما تنسونيش بصالح ودعائكم. نقول لكم اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس باش يوصلوا جديد القناه. نقول لكم خياتي تهلاو في روحتكم، نتلاقوا في ساعه تاع خير. أحبكم في الله. سلام. سلمت قلبي يا ربي لتصله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقله والعشق يحرق، فأين أمضي وحولي الوزر والوله. يا رب خذوا